السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم النهارده بقى بفيديو جديد. وهنعمل مع بعض كده حاجة سهلة وبسيطة جدا. بس قبل ما نعملها ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما اعمل فيديو يجيلكوا من ام ملك والاكلات السهلة البسيطة. القناة قناة حكاوي بسمة في المطبخ. هنعمل بقى النهارده طريقه فراخ سهله وبسيطه جدا. يعني انت لو جايه من الشغل ومستعجله هتعرفي تعمليها، هتكوني صاحيه متاخر زي حالتي النهارده تبقى سهله جدا في اقل 10 دقائق. من 10 دقائق هتكوني قادره ان انت تعمليها. هنعمل بقى طريقه الفراخ في الفرن، بس هنعمل بس حاجه فيها بس كده، هنسلقها نص سلقه بس على النار من فوق، وبعدين بقى هوريكم بتوابل بس التوابل بتاعتها، وهندخلها الفرن. ولا هنحط بقى ولا هنقليها في زيت ولا في سمنه ولا كل الكلام ده كله، وهتبقى سهله وبسيطه جدا. هوريكم بس دلوقتي الفراخ. انا طبعا نقعاها هوريها لكم دلوقتي. بقى هوريكم اسهل طريقه للفراخ، سهله وبسيطه، مستعجله متاخره يعني هتحضريها في اقل من 10 دقايق، وهتاخد بس وقت التسويه في الفرن. بس انا بعمل لها خطوه لما بقى مستعجله زي كده. لو مش مستعجله بدخلها الفرن على طول وهي نيه كده. دلوقتي هنعمل فيها ايه بقى؟ بصوا طبعا غسلتها بالملح وبالدقيق ونقعتها وكل حاجه، وفي الاخر بقى بشطفها شطفه ومعصره عليها ليمونه واسيبها كده فيها. طبعا التكه دي بتخليها بصي يعني جميله، بصي فاتحه وجميله، والميه بتاعتها بيضه بيضه خالص. طبعا ما لازم تنقعها شويه في الدقيق والخل والكلام ده كله والملح. تمام. بصوا صراحه انا ما بحطلهاش خل، بحس هي بيزفرها. انا بحط بس بدل الخل بخلي ليمون في الاخر بعد ما اغسلها، واقوم شطفها شطفه من الملح وكده، اقوم عصره عليها الليمون واسيبها شويه. همسك بقى طبعا طبعا الوراك، انا جايبه وراك النهارده. هفتحها بس كده من هنا، هصفي الميه وانا بفتحها اوريها لكم ازاي. بصوا بقى دلوقتي انا جبت الوراك. ماشي، لازم الخطوه دي نعمل اولا، هو عشان وراك فيها حته زياده من هنا، لا دي هشيلها عشان بس طبعا هتتعمل، بس اللي انا هقطعها. انا ما اعرفش اقطع الفراخ اساسا، بحب اجيبها. بصي الحته دي هتبقى يعني مكبره الورك على الفاضي. همسك بقى، بصوا كده طبعا انتوا شاطرين ومن غير ما انا اقول، بس هي لازم الخطوه دي عشان كل التتبيله لانها عباره عن توابل، فالتتبيله كلها تدخل جواها. هقطعها كده من هنا، افتحها فتحات كده، هي فتحتين بس وفتحه من هنا بس كده. طبعا بقى وانا بقى بعمل التوابل هدخلها بقى جواها، فاهميني؟ عشان كده هي تبقى كده تبقى حلوه. بس هعمل بص برضو اهي واحده تانية اهي. بتمسكي الحته بتاعت الورك المقلبظه دي واقوم عاملاها كده فتحه كده. وممكن بتاع الفراخ تقولي له اعملها لي، يعني لو انت مش هتعمليها بتاع الفراخ. بس هنا عاملاها كده. طبعا الفتحات دي هتخلي بقى التوابل وكل اللي فيها هيدخل جواها. هاخدها بقى التكه اللي انا بعملها ان انا هدخلها هديها نص سلقه، عشان انا بحب يعني يعني لما تاخد نص سلقه احسن من ان هي تبقى نيه خالص. طبعا عايزه تعمليها بالكل اللي انا هعمله وتدخليها الفرن على طول براحتك، بس انا هديها نص سلقه عشان انا بس دلوقتي انا مستعجله. بس كده كلهم اتعملوا. هروح بقى احضر التوابل وحاطه الميه على النار واحطها تتسلق. ادي كده الاربعه عملتهم معاكم. بس كده كده انا خلصتها ومغسوله وزي الفل. بصوا ميتها وزي الفل، مفيهاش اي حاجه. تمام كده. هاخدها بقى على النار اديها نص سلقه وارجع لكم تاني حبايبي. بصوا بقى دي التوابل اللي هنحطها في الشوربه. طبعا ولا لورا، حبه جوز الطيب، قرنفل، ملح وفلفل اسود، وديت جوز الطيب لما بجيبها وبطحنها ودول بيتبقوا منها. بس كده احطهم في الشوربه. عندك بقى طماطميه عايزه تحطي اي حاجه انت عايزاها. طبعا الميه هنا مغليه بس. وهم بقى منزله الفراخ فيها واسيبها تغلي. بس اوعوا يا جماعه تسووها، ما بتستويش، هي بتاخد نص سوا عشان بس انا مستعجله. طبعا الشوربه بتغمق عشان التوابل مطحونه. عندك توابل صحيحه مفيش مشكله. بس كده. وهتاخد نص سلقه بقى، وبعد كده هوريكم بقى هعملها بايه بقى في الفرن. دلوقتي بقى هنعمل طريقه الفراخ السهله السريعه المشويه في الفرن، بس سهله فيها تكه. بس لو مستعجله هتسلقها نص سلقه زي ما انا عملت كده. تسلقيها عادي جدا اكنك تسلقي فراخ عاديه جدا، بس نص سلقه، ما تسلقهاش قوي عشان ما تتهريش معاك. بس وعباره عن بقى؟ ولا سمنه ولا زيت ولا قلي ولا الزيت الغالي ولا السمنه ولا الحوارات دي كلها. عباره عن معلقتين سمنه وعليهم معلقتين زيت، معلقه سمنه ومعلقتين زيت. بس هي اللي هنعمل فيها الفراخ. وعليهم معلقه صغيره بابريكا. لازم البابريكا عشان تديها
اللون الحلو الاحمر اللي اكنها معموله كده بقى بطريقه ايه صعبه لا سهله جدا. يبقى هنا معلقتين زيت معلقه سمنه على بعض، لازم زيت وسمنه على بعض بيبقى احسن. لو ما عندكيش مفيش مشكله، حطي اللي انت عايزاه او سمنه. هنا بقى هي توابل بس، هي عباره عن توابل والسمنه او الزيت بس كده. هنقوم جايبين بقى دي التوابل، هي اهم حاجه فيها التوابل، هي اللي هتديها الطعم المشوي السهل جدا. بصوا بقى، ملح وفلفل اسود وبتاع جوز الطيب مطحون وحبهان مطحون وحبه قرفه صغننين وجنزبيل وجوز الطيب دي بتبقى مطحونه طبعا بس كده، وحبه قرنفل والملح هنحطهم على بعض كلهم في الطبق كده وهنقلب. هي عباره عن توابل بس، التوابل دي بتبقى طعمها والله خطير. جربوها بالطريقه دي وبصوا يعني مش هتندموا ابدا. بس كده هنقوم بقى جايبين الصينيه، طبعا احنا عاملينها نص سلقه طبعا، والفتحات اللي انا قلت لكم عليها دي لازم تتعمل. طبعا في الفراخ المسلوقه العاديه ساعات ما بنعملهاش، بس هنا لازم نعملها. عايزه اقول لكم بصوا بقى الشكل اساسا من قبل حتى ما ندخلها الفرن. تخيلي دي بقى لما تدخل الفرن شويه وتحت الشوايه، وممكن على فكره ما تدخلهاش الفرن اساسا ما تولعوش عليه تدخليها الشوايه تاخد وش بس، وبعدين تقوموا قلبينها تاني. عايزه اقول لكم طعمها خطير، ولا تعبنا فيها ولا عملنا بقى ولا حركات ولا تكات ولا تعبنا ولا اي شيء. هي بصوا شكلها اساسا والله تفتح نفس، بس هي لازم البابريكا هي اللي تديها اللون الحلو ده. من غيرها لو انت بقى مش عايزاها حمرا كده لا، بس هي كده تبقى طعمها بقى جميل جدا. ونفس الخطوات دي ونفس الحاجه دي لو مش عايزه تسلقيها نص السلقه ديت عادي اعمليها كده وتقومي مدخلاها الفرن وتبقى فراخ مشويه، احلى فراخ مشويه. بس هي ميزه بقى النص سلقه انك ايه لو محتاجه كمان شوربه، يعني انت لو محتاجه شوربه ده بالنسبه لك الموضوع هيبقى كمان احسن، انك تاخدي الشوربه بتاعتها تستفادي بقى حاجه تانية. او بقى لو مش عايزه شوربه ولا حاجه هتسلقيها نص سلقه عادي عشان بس ايه الوقت. بصوا بقى الشكل والجمال، بصوا جربوها بس وبعدين ايه قولوا لي رايكم ايه. وبصوا بقى ارخص كتير بقى من الزيت ونحمر بقى. وعايزه اقول لكم انا واحده اساسا بكره تحمير الفراخ ده، بيتعبني جدا بيطرطش عليا بقى ويزهقني، وزيت وكمان بقى السمنه غاليه ولا الزيت غالي. فلا كده هي نص السلقه وحبه التوابل على حبه الزيت. عايزه اقول لك بقى كل اللي هياكلها والله هيسالك عليها لان فعلا طعمها خطير. بس جربوها بقى على طريقتي دي وقولوا لي. وانتوا بصوا بتدخلوا لازم تدخلوها كده جوه في الفتحات عشان يبقى كلها متطعمه وكلها تبقى حلوه. طبعا ايدينا عملت وبهدلت الدنيا. ازيكم؟ تسلم ايدك يا ماما، دي كمان الكاميرا ظالمه اللون ولونها حمرا حمرا جدا. وكمان عايزه اقول لكم بقى تخيلوا اللون الاحمر ده بعد ما بتخلص. طبعا انا خلاص كده خلصتها، هدخلها بقى تحت الشوايه شويه، لا اما عايزه تدخلي الفرن بعدين الشوايه براحتك، عايزه تدخليها تحت الشوايه وترجعي تقلبيها برضو دي براحتك. بس كده ودي كده احلى صينيه فراخ، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. بصوا شكلها عامل ازاي، ولسه بقى لما اطلع هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى دلوقتي طلعت صينيه الفراخ، عايزه اقول لكم تحفه، ولا تعبنا فيها بمعلقتين الزيت ومعلقه السمنه والتوابل بس. بصوا شكلها جميله جميله جميله. بس بقى تعملوا ايه، تاخدوا بقى السمنه والزيت اللي نزلوا تحت دول وتبقى عامله كده تخليها تلمع بقى. بصوا اللمعه دي بقى بتخليها ايه في حته تانية وتاخد طعم تاني جميله جدا. هغرفها بقى في الطبق واجيلكم اوريها لكم. دلوقتي بقى ورجعت لكم بقى في الفراخ بتاعتي الجامده. عايزه اقول لكم جربوها بقى بالطريقه دي والله العظيم حلوه جدا جدا وسهله وبسيطه، ولا اي افتكاسات ولا اي حاجه، ولا تكلفنا زيت وسمنه قد كده ونحمر ونقلي والحوارات دي. لا لا لا, لا. هي بصي بمعلقتين السمنه والزيت وهتاكلوا احلى بقى فراخ مشويه. بس زي ما قلت لكم لو مستعجلين تعملوها نص سلقه، لو مش مستعجلين اعملوها نيه خالص. بصوا بقى مبهره وشكلها بصوا ومستويه جدا بقى، وبصوا طعمها تحفه. يلا بقى اعملوها وجربوها بنفس الطريقه بتاعتي دي وقولوا لي بقى هتطلع معاكم عامله ازاي. وقبل بقى ما اختم معاكم متنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناه، ومع السلامه.